بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل البصاره. طبعا الجو حر والواحد مش عارف ياكل ايه، فطبعا دي برضو اكله بتفتح النفس يا جماعه وسهله كمان. قبل ما ابدا الفيديو عايز اشكر من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي بتتابع القناه، وربنا يوفق الجميع. دلوقتي انا جبت نص كيلو فول مدشوش، غسلته كويس ماشي، وبعد كده حطيت عليه الميه واحطه فيه على البوتاجاز. دلوقتي احنا قطعنا قطعيه في الخلاط، هنعصرها ونيجي مع بعض. اهو قرب يستوي ما شاء الله، زيه زي العدس بالظبط، والطريقه برضه زي العدس. بالمنظر ده كده هيتهري شويه كده ونيجي مع بعض. دلوقتي احنا حطينا ملوخيه ناشفه ماشي، يعني ربع كوبايه ملوخيه ناشفه حطيناها وقلبناها مع الفول ماشي. نسيبها بس 5 دقايق مع بعض تاكل مع بعض، وبعد كده هنيجي نقلب. بنقلي طبعا التقليه، حطينا معلقه سمنه كبيره مش او معلقتين، وحطينا كمان الثومه وعليها شطه وكزبره ماشي، حسب ما التوابل اللي انت عايزاها. هنقلي بقى ماشي. طبعا الشطه هو لونه احمر ليه؟ عشان حاطين شطه كتير، عشان هما بيحبوا الحاجات يعني تبقى حراقه شويه. هنقلي بقى ونيجي مع بعض. هنحط بقى الطشه ماشي، هي الثومه. حطينا قوطه اهي طبعا عصرنا، وحصاره برده حطينا نص برده كوبايه قوطه كده معصوره. دلوقتي هنحط بقى ايه التوابل اللي قدامكم اهو، ملح وشطه وفلفل اسود وكمون ماشي. هنقلب بقى الحاجات ونسيبها تتسبك ونيجي مع بعض. ما شاء الله عامله ازاي، شايفين؟ دي مش معموله في الخلاط، هي كده بس اتهرى الفول وحطينا الملوخيه ماشي، وقوطه والحاجات اللي وريناها لكم ماشي. وبألف هنا وشفا.